مرحبا بكم. إليكم العناوين. وليد الركراكي يعقد ندوة صحفية للإعلان عن تشكيلة الأسود النهائية. عز الدين أوناحي على أعتاب فريق عربي. أشرف حكيمي يرد على سؤال مثير للجدل حول مستقبل باريس سان جيرمان. إليكم التفاصيل. سيعقد الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي ندوة صحفية يوم الخميس 26 غشة الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلة، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا. وتأتي هذه الندوة للإعلان عن التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم استعدادا للمباراتين الهامتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو. وستقام هاتان المباراتان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها المملكة المغربية في الفترة الممتدة من 25 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بعد تألق لافت في مباراة باريس سان جيرمان ومونبولييه، والتي شهدت فوز الفريق الباريسي بسداسية نظيفة. وجد النجم المغربي أشرف حكيمي نفسه محط أنظار الصحافة. ففي المنطقة المختلطة طرح الصحفيون على حكيمي سؤالا دقيقا حول المقارنة بين فريق باريس الحالي والفريق السابق الذي كان يضم النجم كيليان مبابي. رد حكيمي بابتسامة واسعة قائلا: لا، أنتم تبحثون عن المشاكل. وعن أداء الفريق في المباراة أشاد أشرف حكيمي بالروح القتالية والانسجام بين اللاعبين الجدد والشباب، مؤكدا أن الفريق قادر على تقديم عروض قوية في الموسم الجديد. أصبح الدولي المغربي عز الدين أوناحي قريب من الانضمام إلى الدوري السعودي وسط مخاوف من تراجع مستواه. ويأتي اقتراب أوناحي من اللعب بالبطولة السعودية وتحديدا رفقة الهلال السعودي مباشرة بعد أن عين لمهدي بن عطية وكيلا له ومبررا لإنقاذ مارسيليا من أزمتها المالية. وقد تشكل خطوة أوناحي بالانتقال لبطل الدوري السعودي سببا في إبعاده من تشكيلة المنتخب المغربي رغم ما قدمه في كأس العالم الأخيرة،